What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. انا عاوزه من ده اللي هو عايزه تخس 10 كيلو قبل العيد. قولي 10 عايزه تخس 10 كيلو في وزن في وقت قليل. طب هو انتي كلنا عايزين نخس بسرعه، بس انتي عارفه ايه اللي ممكن يحصل في جسمك لو عملتي كده؟ تعالى اقولك. خدي عندك يا ستي، اول حاجه بيحصل نزول كامل لميه الجسم، وبيحصل نزول للعضلات، فبتبداي تبيني هزيله كبيره في السن. شعرك بيقع، بشرتك بتقع، بتفقدي كمية فيتامينز ومينرالز، معادن كتير جدا في جسمك، حديد الجسم بيقع جدا طبعا. آه غير بيحصل اضطرابات في النوم رهيبة، غير ان انتي لما بنبدأ نستعيد وزن شوية او نلخبط مع اول لخبطة بتحصل، بيبقى فيه زيادة رهيبة وريكورنس كبير للوزن. فاللي انت خسيتيه بسرعة هتبدأي ترجعيه وبسرعة وأسرع كمان. فما تفرحيش بنتائج السريعة، لأن الرجوع ليها بشكل سريع. لا، انت خسي بالراحة، خسي 10 كيلو في شهرين 3، هتلاقي صدقيني سنتين 3 عقبال ما تزيديهم. عكس بقى لو خسيتيهم في شهر او في اقل، مع اول لخبطه هتلاقي نفسك زدتي وزدتي اكتر كمان، عشان بيحصل بعدها احتباس السوائل. ده بيبقى العكس بقى، بيبدا نخزن ميه تاني، فالجسم بيبقى ساعتها منفوخ. فمش صح ان انت تنزلي بسرعه وتفقدي عضلات جسمك، عشان تكوين العضلات مره تانية هيبقى صعب. يمكن تخزين الميه هيبقى سهل، لكن طلوع العضلات تاني او تكوين كتله عضليه تانية هيبقى صعب. فباكسبيرينس الحالات اللي بنشوفها، ممكن حالة تقعد تتابع معايا سنة عقبال ما بتخس، بس بالأربع والخمس سنين بنثبت بعدها، والكيلو اللي بنخسه ما بنطلعوش تاني، لأن هو نزل من دهون الجسم مش مية عضلات بس. واكتر ناس مش بتعرف تحقق هدف الدايت اللي مستعجله، وده باكسبيرينس الحالات اللي بنشوفها. الناس اللي مستعجله واللي شايله الدايت على قلبها، والناس اللي واخده الموضوع بعدم مرونه، هي اللي مش بتعرف تحقق حاجه، وتفضل دايما شايله هم الدايت كانه حاجه رزلة في حياتها. لكن الناس اللي بتتعامل عادي، النهارده خست كيلو، الاسبوع الجاي خست نص، الاسبوع اللي بعده خست جرامات، خس، المهم شكلي يتظبط، المهم صحتي، المهم ان انا الاقي تغيير حتى لو كان طويل شويه، بس هدف اوصل له ما اخسروش تاني.